انت عشان تخس لازم تخلي جسمك يعمل 4 حاجات اساسيه: انه ما يوقفش حرق، انه ما يخزنش ميه واملاح، انه ما يخزنش دهون في اماكن تشوه منظر الجسم، انه ما يبعتش اشارات جوع مستمره للمخ. ودول هم المشاكل اللي بتواجه اي حد في الدايت. طيب والحل ايه يا كوتش؟ هقول لك بس ما تستعجلش. بص يا سيدي، الحل عن طريق 3 حاجات اساسيه: اكلك يكون عباره عن 3 وجبات اساسيه، والوجبه تكون مكونه من بروتين ونشويات والياف لازم في كل وجبه، و2 سناك سكريات بسيطه زي مثلا ثمره فاكهه او دهون صحيه زي المكسرات. وكده هيكون في حرق مستمر ووقف اشارات الجوع. تاني حاجه الرياضه، وخصوصا تمارين المقاومه والبعد عن اي اكل غير صحي مليان دهون متحوله او سكر او زيوت، وده هيجبر الجسم انه يعلي مقاومه الانسولين. تالت حاجه العلاج الرباني وهي الميه. لو دخلت كميه ميه فوق 3 لتر يوميا كده الجسم مش هيخزن ميه واملاح ومش هيبعت اشارات مستمره بالجوع. صدقني تقصيرك في اي حاجه من دول يبقى في الغالب هترجع تزيد نفس الوزن اللي خسيته. وحتى لو ضغطت على نفسك وما اكلتش عشان نزول سريع في الوزن يرضيك لما تقف على الميزان، كده انت بتدمر جسمك من جوه ومش هيخدم معاك كتير بنفس الاداء طبعا، غير ان الحرق هيقل وهتخزن دهون ويكون عندك احساس مستمر بالجوع. بس يا سيدي،